أعزائي المشاهدين، ما زالت الأشواط مستمرة، شوط تلو الآخر من أرضية ميدان ساحة ضباب لسباقات الهجن العربية الأصيلة. وصلنا إلى شوط الختام بالنسبة لسن الفطامين، وشوط لا يقل أهمية عن الأشواط الأولى بهذا الشعارات المميزة التي أتت للمشاركة في هذا الشوط. نذهب مع المركز الأول والذيبة نصر بن ناصر الهديوي هي في أولى المراكز، بينما المركز الثاني التدخلات والتحركات من الشاهينية عبد الله بن سعيد الحكماني، والمركز الثالث من الجانب الآخر مع التحديات المثيرة ومع المركز الثالث بشعار خالد بن سالم الهديوي، بينما المركز الدخول الآخر والتحدي الآخر بهذا التحدي المثير وتحمل رقم 14 هملول محمد بن علي اليحافي هي من تقدمت إلى ثاني المراكز. عود إلى المركز الأول ومع الذيبة ونصر بن ناصر الهديوي، ولكن أرصد للتغييرات التي جرت وطرت من قبل هذه اللي غيرت زمام الأمور وانطلقت بهذه الانطلاقة. هملول محمد بن علي اليحافي راح بالناموس، راح بالانتصار، راح بالفوز والتحديات المثيرة مع المركز الأول، مع هذا التميز، مع هذا التحدي، مع هذه الإثارة والعصم غروزة في الابطان. الله 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 على هذه الانفرادات المميزة. لكن ارصد للشاهينية سعيد بن سالم الحبسي قادم في ثاني المراكز، لكن اعود الى المركز الاول. الله الله، طارت لما حست بالخطورة والتحديات، راحت بالناموس. ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا النهاية، شوفوا العروض، شوفوا التحديات، شوفوا النهاية في الأمتار الأخيرة مع 100 متر الأخيرة أقلعت وطارت بالناموس مع المركز الأول هملولة محمد بن علي اليحافي. مشكور يا اليحافي، وسعد الله صباحك بالفوز والانتصار بهذه النهاية الرائعة والممتازة. في خط النهاية المركز الثاني مع خالد بن سالم الهديوي، والمركز الثالث مع سعيد بن سالم الحبسي. والتوقيت يا مقرقنا أعطنا 2:24 قص من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز المستحق المالك هملولة محمد بن علي اليحافي. سلام يا اليحافي.